السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة. انا بتأخر عليكم فعلا، القناة بتاعتي مهملة فيها جدا والله. فان شاء الله هرجع لكم تاني وانزل لكم قصص جميلة، بس عايزة المتابعة، عايزة اللايكات منكم. واللي بيحب الحاجة هنية يعمل لايكات ويشاهد. هنتكلم النهاردة عن سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف القصة منذ ولادته. تخليكم معايا، يلا بينا نسمع القصة الجميلة دي على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ولدت السيدة آمنة بنت وهب زوجة عبد الله ابن عبد المطلب غلاما جميلا مشرق الوجه عليه أفضل الصلاة والسلام. وخرجت ثوبية الإسلامية، دي ثوبية الإسلامية دي كانت خادمة أبي لهب، إلى أبي لهب، وأذنت في أذنه وقالت له إن السيدة آمنة وضعت، فتهلل وجهه بالسعادة وما كاد يصل حتى همس بالبشرى لجده اللي هو عبد المطلب. فأسرع عبد المطلب إلى بيت ابنه عبد الله، لما أبي لهب قال له إن السيدة آمنة وضعت طفل جميلا. تهلل وجه عبد المطلب والبشرى بانت عليه والسعادة، وجري قام يجري على بيت ابنه عبد الله، ثم خرج من عن بيت وهو حامل الوليد الجديد، حامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على إيديه، والسعادة تنطق من عينيه والبشرى، ودخل به الكعبة مسرورا كأنه يحمل على يديه كل نعيم الدنيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كأنه يحمل على إيديه كل نعيم الدنيا، وأخذ يضمه إلى صدره ويقبله، يضمه إلى صدره بحنان ويقبله، لأن سيدنا محمد أبوه كان متوفي. ويشكر الله ويدعو الله وسبحان الله، ربنا في الحتة دي ألهمه يا جماعة، وهو بيحضنه ويبوسه أن ينطلق عليه حفيده اسمه محمد. وهو بيحضن فيه ويبوسه، ربنا ألهمه أن يطلق على حفيده اسم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. جاءت المرضعات بعد ما دخل وادى لأمه، جاءت المرضعات من قبيلة بني سعد. القبيلة دي كان ايه يا جماعة؟ ناس فقراء جدا، بس عندهم الرياضة وعندهم اللياقة وعندهم كده. كانوا ينزلوا كل مكان ياخدوا الأطفال من أهاليهم، يرضعوهم يكبروهم، عندما توصل العيل 5-6 سنين بيرجعوه لأهله تاني. فجاءت المرضعات من قبيلة بني سعد إلى مكة ليأخذوا الأطفال الرضع. لما بيجوا مرة واحدة، مش واحدة تيجي تاخد وتمشي والتانية لا، بيجوا مرة واحدة. أهل بني سعد يجوا مرة واحدة، فكل واحدة تخبط على بيت تاخد رضيع. فلما جاءت المرضعات من قبيلة بني سعد إلى مكة ليأخذن الأطفال الرضع إلى البادية حتى ينشأوا، شوف بقى أنا بقول إيه، ينشأوا هناك أقوياء قادرين على مواجهة أعباء الحياة. وكانت كل مرضعة تبحث عن رضيع من أسرة غنية، ووالده يكون حي، شرط أن يكون إيه؟ والده حي. ليه بقى عايزة ولد يكون والده حي مش ميت؟ ليعطيها مالا كثيرا تعيش بيها هي وأولادها، لأنه بياخدوا الأطفال يرضعوهم مقابل المال اللي هم يقدروا يعيشوا بيه هي وأولادها. لذلك رفضت كل المرضعات، رفضت أن ياخدوا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل مرضعة تخش على آمنة وتعرف إن أبوه متوفي كانت ترفض أن تأخذه. عايزة واحد يكون أبوه موجود على قيد الحياة، عشان كل ما يجي يزورهم يعطيها مال كثيرا عشان تخلي بالها من ابنه. فلما عرفوا إن ده يتيم، كله رفض أن يأخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يتيم. وأخذته من بقى السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها وأرضاها، لأنها لم تجد رضيع غيره. يعني هي خدته مش كمان يعني وهي راضية، لأن خدته اللي مش لاقي رضيع تاني خلاص. كل واحدة خدت رضيع، وهي ما لقتش غير محمد بس اللي الناس كلهم رفضوا إن يأخذوه، فأخذته. وعاش محمد صلى الله عليه وسلم في قبيلة بني سعد، فكان خير وبركة.
طبعا عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. فكان خير وبركة على حليمة وأهلها، حيث أخضرت أرضهم كانت بور، الأرض بتاعتهم كانت بور ما بتزرعش، اخضرت، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أرضهم بعد إيه؟ بعد الجفاف. وجرى اللبن في ضروع الإبل اللي كانت عجوزة خلاص ملهاش لازمة، اللبن جري في الضرع بتاعها كأنها لسه الإبل دي شابة صغيرة، اللبن ملئ إبل. وعاش في البادية بني سعد، في بادية بني سعد، وحدث شأن غريب. ايه هو الشأن الغريب ده يا حبايب قلبي؟ فقد خرج محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليلعب مع أخيه من الرضاعة، أخيه اللي هو ابن حليمة السعدية من الرضاعة. وفي أثناء لعبهم ظهر رجلين، أنا قلت لكم في الأول وأكررها تاني، رجلين فاتجه نحو محمد صلى الله عليه وسلم، أمسكاه واضطجعا على الأرض، يعني نيموه على ثم شقوا صدره. وكان أخوه من الرضاعة يشاهد من قرب، الواد باصص على أخوه هم منيمينه في الأرض وبيشقوا صدره، فبيشاهد من قرب وهو يصرخ ويجري على أمه يصرخ ويحكي لها ما حدث. فأسرعت حليمة السعدية نحو محمد وهي مذعورة خايفة، قالت لك أبي طالب ده يموتوني، وجريت عليه مذعورة إلى حيث واقف، لقيته واقف مكانه. عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي رسول الله. فلما حكى لها ابنها ان في ناس خرجوا على اخويا ونيموه على الارض وشقوا صدره، فخرجت مذعورة لانه هو امانة عندها وتخشى عليه ان يصيبه سوء، لكنها على عكس ما تصورت، قالت خلاص انا كده هلاقيه ميت، ده شقوا صدره، يبقى انا هلاقيه عايش ازاي؟ فوجدته واقفا، عليك افضل الصلاة والسلام، وحده، قد تأثر بس بالحادث، بس ما فيش حاجة حصلت له، قد تأثر بما حدث له، فاصفر وجهه يا عيني، طفل صغير مش عارف حاجة، ويطلعوا 2 رجالة عليه مثلا ينيموه في الأرض ويشقوا صدره، وبعد كده كل حاجة ترجع طبيعتها تاني ويوقفوه، فالخضة نفسها اصفرت وجهه، فضمته في حنان إلى صدرها وعادت به إلى البيت. فسألته حليمة ماذا حدث لك يا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ فأخذ يقص عليها ما حدث. لقد كان هذان الرجلان لكن هذا الرجلين كانوا ملكين يا ولاد، مش رجال عاديين. فأرسلهم ربهم من السماء تعالى يطهر قلب محمد. هم شقوا ليه بقى؟ ليه مسكوه نيموه في الأرض وفتحوا صدره؟ ليطهروه ويغسلوه من أي حقد وضغينة صلى الله عليه وسلم. خافت حليمة السعدية هنا في لما حكى لها، خافت حليمة السعدية على محمد فحملته إلى أمه في مكة وأخبرتها بما حدث لابنها. هي قالت لها خدي ابنك أهو، أنا خايفة عليه عشان ما تحملش مسؤوليته، ابنك حصل معاه كذا 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 كذا، و2 رجالة مسكوه شقوا صدره ولقيته واقف ووشه مصفر، فأنا خفت عليه فأنا جايبهولك لغاية عندك. فقالت لها السيدة آمنة سقي، يعني أتخافين على محمد من الشيطان؟ قالت لها نعم. قالت لها لا نعم. فقالت السيدة آمنة كلا والله ما للشيطان على ابني من سبيل عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن لابني لشأن عظيم. قلت لما انت فكرتي ان الشيطان اللي عمل معاه كده؟ قالت لها نعم. قالت لها لا الشيطان على ابني لا سبيلا، وإن لابني لشأن عظيم. رأيت حين حملت به انه خرج مني نور أضاء لي به قصور الشام. شوف فين بقى مكة يا جماعة، فين الشام؟ أضاء لي نور الشام وكان حمله يسيرا. فرجعت بيه حليمة رجعت بيه تاني بقى، خدته حليمة اطمنت هنا، فرجعت بيه حليمة إلى قومها بعد أن زال الخوف من قلبها. بعد أن زال الخوف من قلبها وظل عندها حتى بلغ عمره 5 سنوات. قعد محمد عند بني سعد 5 سنين مع حليمة السعدية ومع ابنها، وكان عندها بنت تاني، عاش 5 سنوات عندها في كنفها وترضعه وتخاف عليه وتسقيها اللبن، وطلع قوي وشجاع وآمن وأمين. وذات يوم خرجت السيدة آمنة
رجعته بقى يا حبايب قلبي ايه لأمه بعد ال5 سنوات اهو. وذات يوم خرجت السيدة آمنة ومعها طفلها محمد. السيدة آمنة اللي هي مين؟ اللي هي أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخادمتها أم أيمن. السيدة آمنة عندها خادمة اسمها أم أيمن. خرجت السيدة آمنة ومعها طفلها محمد وخادمتها أم أيمن من مكة متوجهة إلى يثرب. راح على يثرب يا حبايب قلبي لزيارة قبر عبد الله أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفاء له. خدت محمد معاه عشان تورهوله ووفاء لزوجها، ولا يتعرف الولد قبر أبيه ولا تعرف ابنها يعني قبر أبيه، ويزور جده من بني النجار. وكان الجو شديد الحرارة، وتحملت أعباء هذا الرحلة الطويلة الشاقة. وظلت السيدة آمنة شهرا في المدينة، وأثناء عودتها مرضت وماتت في الطريق. يعني شوف بقى يا جماعة ايه، لما خدت ابنها ورته قبر أبيه وزارت زارته جده وإخواله، وهي في الطريق في العودة ماتت في الطريق في مكان اسمه ايه بقى يا حبايبي اللي ماتت فيه السيدة آمنة؟ الأوباء. فدفنت فيه. وعادت أم أيمن إلى مكة بالطفل محمد يتيما وحيدا. رجعت بيه عيني يتيم الأم ويتيم الأب بعد أن زار أول مرة يزور قبر أبيه. عاد إلى بيت جده وهو يتيم الأم ويتيم الأب. وحينئذ فعاش مع جده عبد المطلب، وكان عمره محمد ساعتها 6 سنوات. وبعد وفاة السيدة آمنة عاش محمد صلى الله عليه وسلم في ظل كفالة جده عبد المطلب الذي امتلأ قلبه بحب محمد، فكان يؤثره أن يصاحبه في كل مشاويره وفي كل مجالسه، ويجلسه على فراشه بجوار الكعبة. ولكن عبد المطلب فارق الحياة عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي رسول الله، ومحمد في 8 من عمره. يعني أبوه أمه ماتت وهو عنده 6 سنوات، وجده مات وهو عنده 8 سنوات. وتكفل به بعد ذلك بعد وفاة جده عمه أبي طالب، فقام بتربيته ورعايته هو وزوجته فاطمة بنت أسد زوجة عمه زينب بنت أسد. وأخذوا مع أبنائه رغم أن لم يكن أكثر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم مالا. يعني كان أفقر واحد أبي طالب، كانش عنده مال زي أعمامه الباقيين، ولكن تكفل به. وكان أكثرهم نبلا وشرفا، كان يعني أكثر أعمامه نبلا وشرفا، فزاد عطفه على محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان لا يجلس في مجلس إلا وهو معه ويناديه بابنه. يعني يقول له، ما يقولش يا محمد تعالى يا ابني، يا ابني تعالى، يا ابني روح، يا ابني كده، من شدة حبه ليه. وفي يوم من الأيام يا حبيب قلبي خرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب في رحلة إلى الشام مع القوافل. كان أبو طالب بيتاجر وبيسافر البلاد، فخرج معاه محمد مع القافلة التجارية، وعمره كان ساعتها 12 عام. وتحركت القافلة ومضت في طريقها حتى وصل إلى بلد اسمها بصرة. وأثناء سيرهم، بصوا بقى ركزوا في الحتة دي، وأثناء سيرهم مروا كوخ يعني إيه؟ يعني خيمة، احنا بنقول عليها خيمة، كان زمان يقولوا عليها كوخ. يسكنه واحد راهب، واحد بس راهب اسمه بحيري. فلما رأى القافلة خرج إليها ودقق النظر يعني فبص لها قوي في وجه محمد، بص للقافلة وبص في وجه محمد قوي صلى الله عليه وسلم طويلا. ثم قال لأبي طالب: ما قرابة هذا الغلام منك؟ يعني الواد ده ايه قرابته منك؟ يقرب لك ايه مثلا؟ فقال أبو طالب: هو ابني. وكان يدعوه فعلا قدام الناس: يا ابني تعالى، يا ابني، يقول لك ده ابني. ولو ماشي بيه في حته ويقولوا من ده يا ابي طالب، يقول لهم ابني حبا له. قال بحيرة: لا، ما هو بابنك، وما ينبغي ان يكون هذا الغلام ابوه حيا،
لا الواد ده ما ينفعش ان يكون ابوه حي. قال ابو طالب هو ابن اخي. فسألوا بحيرة فما فما هذا الغلام ان يكون ابيه عايش وامه عايشة؟ الواد ده لازم يكون ابوه متوفي وامه متوفية. فقال بحيرة صدقت. فرجع به الى البلد وحذر عليه من اليهود. قال له ارجع بيه البلد بقى. بحيرة لما قال له هي فعلا امه ميتة وابوه ميت، قال له ارجع بيه البلد واحذر عليه من اليهود، فوالله لأن رأوه هنا لوقعوا به الشرك. يعني لو لقوه هنا هيموتوه أو يخليه يشرك، فإن سيكون لابن أخيك هنا شأن عظيم. فأسرع أبو طالب بالعودة إلى مكة بصحبة ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، خوف عليه بعد ما سمع من الراهب كل الكلام اللي قاله له. فيا حبايب قلبي أنا مش عايزة أطول عليكم، القصة لسه لها نهاية إن شاء الله. هقرأ الباقي، بس انتوا ركزوا إن أنا وصلت معاكم لغاية فين. أنا وصلت معاكم لما رجع عمه أبي طالب بيه إلى البيت بعد أن قال الراهب له أحذر إن اليهود والمشركين لو عرفوا إن محمد لا شأن عظيم سيغدروا به. ولو عجبتكم القصة يا حبايب قلبي ما تنسوش الشير وتفعيل الجرس والاشتراك في القناة ويوصلكم مني كل جديد. وبالله عليكم لو بتحبوا الحاجة هنية اللايكات. الساعات نزلت مني خالص والقناة كده هتضيع مني. يعني أنا دلوقتي بعد ما كنت قناة بتعمل ربح ليا وقفت الساعات من عليها. عايزة مشاهدات، عايزة لايكات يا حبايب قلبي. واللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالصفحة دي، لأن دي أنا مش عاملاها ليا، أنا عاملاها ليكم تستفيدوا منها. أنا أستفيد وأنتوا تستفيدوا. ولو عجبتكم ما تنسوش الشير وتفعيل الجرس واشتراك في القناة ويوصلكم منه كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.